فاكرة ان النجاح ده هو وليد الصدفة او حاجة بتيجي كده بسهولة، يعني ما بتحتاجش تعب ولا مجهود. لكن عايز اقول لك اهم حاجة في النجاح هو حاجة اسمها التأثير المتراكم او التأثير التراكمي. لو بصيت مثلا على لاعب زي محمد صلاح او كريستيانو رونالدو اللي هم من احسن اللعيبة في العالم، هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا رياضة بشكل دائم، كل يوم بيلعب رياضة بروتين ثابت. فده بيؤدي الى حدوث تأثير متراكم، كل يوم بيعمل نفس الحاجة، فمع الوقت بتحصل نتيجة كبيرة. لو انت مثلا اديك مثال عليك انت شخصيا، لو انت بتذاكر او كده وكل يوم زودت 10 دقايق بس عن معدلك الطبيعي او معدلك اللي انت متعود عليه في المذاكرة، هتلاقي نفسك بنهاية السنة مزود 365 في 10 3650 دقيقة في السنة. شوف دول هيعملوا معاك كام ساعة. بالعكس برضو، يعني لو جينا نقيسها بشكل عكسي، لو واحد تاني بياكل كل يوم كيس شيبسي مثلا، فهتلاقيه على مدار السنة كلها وزنه زاد وجاله كوليسترول ومعرفش ايه، وحالته البدنية ما بقتش احسن حاجة. فده برضو نتيجة التأثير المتراكم. فالنجاح ما بيجيش من صدفة او الناس مثلا محظوظة او كده. لا، النجاح بيجي نتيجة ان الشخص بيعمل حاجة معينة كل يوم بشكل روتيني وبشكل ثابت. لو بصينا مثلا على حاجة شبه حنفية، لو صنبور مية مثلا أو أي حنفية بتنقط على حاجة معينة لمدة زمنية طويلة، هتلاقيها عملت تأثير، عملت تجاعيد، عملت حفرة في المكان اللي هي بتنقط عليه. ده نتيجة برضو التأثير التراكمي. فأنت لو عايز تنجح في حاجة معينة، خلي عندك التراكم، وخلي عندك يعني حاول يعني تستغل موضوع التأثير التراكمي ده في حياتك، فهتوصل لنتائج مبهرة جدا. لو انت بتحوش يا راجل كل يوم 10 جنيه، على مدار سنة هتلاقي نفسك حوشت مبلغ. طيب اذا التأثير التراكمي ده هو عبارة عن التكرار مع الكم. شوف التكرار اللي انت بتعمله على مدار قد ايه، 10 سنين، سنة، يوم، اسبوع، والكم اللي انت بتكرره قد ايه. يعني لو بالنسبة للمذاكرة هتزود عدد ساعات ولا هتزود دقايق؟ الفلوس هتحوش جنيهات كل يوم ولا عشرات ولا ميات ولا ايه؟ فالتأثير التراكمي الكم بالنسبة للشيء، وبالنسبة للوقت قد ايه وقت هتفضل مستمر، علشان تشوف نتيجة عاملة ازاي، نتيجة للحاجتين دولت. فالتأثير التراكمي ده هو اللي بيؤدي للنجاح، مش الموضوع حظ ولا صدفة ولا زي ما احنا بنقول كده. اشوفك على خير، سلام.